انا في مصيبه ومش عارف اتصرف ازاي. انا خايف قوي. في واحد كل تحركاتي عارفها، وبيقول لي اعمل حاجات غريبه ومرعبه قوي، ولو ما عملتش اللي هو بيقوله هيأذيني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخواتي حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا محمد حسام، ودي قناتي. النهارده جبت لكم قصه جديده، بس طبعا قبل ما نبدا متنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدا. يلا. الرساله دي من شخص غريب اسمه جونسان. عرفته من شهرين، بس هو حاطط صورة غريبة على الأكونت بتاعه، صورة شخصية كرتونية لابسة قناع كلب. كان في الأول شخص لطيف أوي، وعرفته من جروب على الفيسبوك، جروب خاص لقيت نفسي جواه، حتى معرفش أنا دخلته ازاي أصلا. ولما دخلت كان جروب فيه أولاد وبنات في سني، أنا عندي 15 سنة. هو جروب بيحكي مشاكلنا، وفي شات ممكن نتواصل مع ناس جديدة فيه، ونحكي بقى مع بعض في حاجات كتير، ومشاكلنا مع أهالينا والصعوبات اللي بنقابلها معاهم وحاجات تانية. فضل الحال على كده أسابيع، لحد ما لقيت جونسان داخل خاص وبيتعرف عليا. قال لي إنه من روسيا وحابب نكون أصحاب. اتكلمنا كتير مع بعض، شات وفيديو، وبقينا نحكي مع بعض بالساعات كمان، لدرجة إني حبيته أوي. وبقيت أحكي له مشاكلي مع أهلي ومشاكل المدرسة. حكيت له على التنمر اللي بشوفه مع أصحابي عشان لابس نضارة وقصير، وكانوا مسميني القزم. كنت بتهته في الكلام، ويفضلوا يتريقوا عليا. بابا وماما ما كانوش مهتمين، وكانوا بيقولوا انت كبرت وبلاش شغل العيال ده. بس جونسان كان مختلف، كان بيسمعني وكان بيديني كمان نصايح فادتني قوي، وما بقيتش اخاف من حد خالص. بالعكس، الكل بقى يخاف مني عشان بقيت شجاع وبواجه مشاكلي. فضلنا شهر نتكلم مع بعض، لحد ما جه في يوم وقال لي انزل بعد نص الليل في الشارع وادخل مقابر لوحدك وصور نفسك وبعتلي فيديو. انا خفت قوي وموافقت، بس هو قال لي ان انا لو عملت كده هواجه مخاوفي، وبعد كده محدش هيقدر عليا. انا وافقت وعملت زي ما هو قال لي. فتحت باب الشقة بشويش عشان محدش يحس بيا، ونزلت الشارع. بره ما كانش في اي حس، والجو مخيف. ولما قربت المقابر خفت اكتر، مش عارف اعمل ايه. بس هو شجعني وقال لي يلا ادخل. اتشجعت ودخلت، ولقيته بيقول لي عندك في قبر مفتوح صح؟ ايوه، بس انت شايف ازاي القبر؟ لاني شايفك انت، حتى انت لابس شورت والتيشيرت الاحمر. انت لابس كده برضو؟ خفت قوي، ازاي قدر يعرف وهو شايفني ازاي اصلا؟ ده خوفني وخلاني ادخل جوه القبر وانا ميت من الخوف. دخلت وفتحت الكشاف، واول ما دخلت سمعت صوت حاجه بتتهبط جامد. ايه ده؟ باب التربه اتقفل عليا. فضلت اصرخ جامد وخبط على الباب برعب، لحد ما لقيت الباب اتفتح. لما خرجت لقيت شخص واقف بعد شويه، لكن قادر احدد شكله وملابسه. كان هو جونسان بنفسه، هو بنفس لبسه ونفس قناع الكلب اللي لابسه. ثواني ولقيته اختفى، وانا طلعت اجري وانا ميت من الخوف. لحد ما وصلت البيت فتحت الباب بشويش، مكانش حد حس باني خرجت، لانه ولا ماما ولا بابا مهتمين بيا اصلا. دخلت اوضتي، اول ما دخلت سمعت صوت اشعار من فيسبوك برساله جديده. فتحتها لقيت جونسان بيقول برافو عليك، كنت شجاع، بس انت خفت شويه لما قفلت عليك الباب صح؟ يلا بقى عشان التحدي كتير. تحدي ايه؟ انت عندك قطه صح؟ ايوه، ليه؟ بتحبها صح؟ ايوه، بس مش فاهم انت عايز ايه. يلا روح جيب القط بتاعك وصور نفسك وانت بتفصل راسه عن جسمك. برقت، واول ما قال كده بسرعه عملت له حظر. لكن المرعب ان في لحظه اني لما عملت له حظر لقيت رساله منه. ازاي ما اعرف؟ المفروض لما اعمل له حظر ما يقدرش يبعت لي رساله غير لما لو اكونت تاني، لكن هو نفس الاكونت بتاعه.
واصلا انا ملحقتش اول ما دوست على الحظر لقيته بيكتب لي انت عايز تعمل لي حظر، وعمل لي ايموشن ده، يلا هات القط بتاعك ونف. ما اقدرش اعمل كده. بص على الشباك بتاعي، جريت ابص لقيته واقف تحت الباب بنفس لبسه في القناع اللي هو لابسه، بنفس القناع. ساعتها قلت له وانا هموت من الخوف، انت ازاي عرفت مكاني وانا عملت لك حظر يا ابني؟ سيبني في حالي ارجوك، ما تضيعش وقت. انا دلوقتي تحت بيتك، شويه كده اكون جوه اوضتك. ارجوك ما تاذينيش، ارجوك هعمل لك اللي انت عايزه. شاطر، يلا انا مستنيك. انا مش عارف اتصرف، انا خايف قوي، انا خايف.